جلول جديد ديالك بالله يزرعهم كاع روح في بلاصتي يا جلول ماشي كاين كاين بصره كاين تفضل الله يحفظك هيا اللي بعد هو كاين السيت لا خاطر ربي يعاونك هيا اللي بعد الاجتماع تاعنا راني شفتكم الله يبارك ولازم نرجعوا الصوره زينه للبلاد ويتفضل الشيخ مسؤول الامن يتفضل الشيخ مسؤول الامن تاع القاعدين تقدم الكلمه تاعك والاقتراحات تاعك ورانا نسمعوا فيك والاقتراح اللي تقولوا رانا معاك. الله يبارك الله يبارك فيك. الله يبارك على المجمع الكريم اللي راهم حاضرين اليوم معنا وراهم معنا في نفس القضيه. القضية نتاعنا اللي تختلف عن كل القضايا ألا وهي على طول لازم القعاد. يا جماعة رانا ولينا محسودين من قعدتنا وولات لازم تخرج قرارات جديدة باش نابليكيو ونقدموا لقدام. صحيح. نعم. صحيح. ويتفضل الشيخ كان عنده يعني اقتراحات وبينة باه تكون بينة على الأمر يعني أو الشيخ. صح كما قال المسؤول الامن تاع القاعدين حنا لازم هذه القعده ما نقعدوهاش قاعدين ما نقعدوهاش قعود برك. بصح كاين واحد الفكره لو كان ندو الاقتراحات تاع المجموعه تاعنا هذه. نعم يعطونا كل واحد اقتراح. نعم. ونبداو بسحب هذا اللي يعطي اقتراح يعني ما يطولش. نبداو بالشيخ يعطينا الاقتراح تاعو. الشيخ قدم لنا الاقتراح تاعك. لازمنا نقابه باه تدافع لنا على الحقوق تاعنا تاع القاعدين. نعم. أولي تربط خير من النقابه تاعك كنت نوضنا مره اخرى دير لنا ديك انت. تقدر يا شيخ تعطينا الفكره تاعك؟ انا نظن اهم اقتراح اللي نقترحوه واللي هو تخصيص اماكن في الرصيف وارصفه خاصه بالقاعدين وعدم مرور المشاة لذلك لعدم تعطيل سير ونشاط عمل القاعدين. يا جماعة لازم نأكدوا على حاجة والحاجة دي مهمة ياسر واللي هي لازم نفرقوا بين جماعة القاعدين وبين جماعة البطالين. راه يوقع خلط كبير بيناتهم لازم نفرقوا بيناتهم. احنا يلزمنا لازم توفير عدد كبير من الكراطين للناس اللي راه قاعدة في القرنيات. لازم كل شارع يلقاو فيه روندة تاع كراطين. فكرة هذه حاجة باينة شنو هذا راه داخله في العتاد. لازم توجدوا لنا نعودوا نهبطوا بالسميات كراطين في الشوارع العمومية. السواشي تاع السيما واش ميزك اسكو راهم يلقوا مع الكراطين ولا راهم يجوا تجي كرتونه يجي كاع فوق بعضهم بعض راهم يجوا. المهم يعطيك السيد اللي راح يقعد يلقى كرتونه. يعطيك الصحة. واش يا جمال واش الله يبارك. فكرة جميلة كان يعني فوق المعروف. واش رايكم باستعمال البايك البيض الى شريتو محسوب؟ استعمال البايك البيض ثاني راهم يصلحوا به هذا. هذه سجلها. احنا نديروا الامور هذه نديروها في السجل يعني تاع الرغبات تاع الداخلين جدد واللي قدم واللي يعني كنأسسوا يعني على واقع نكونوا على بينه الامور هذا التوضيح ماكش عارفين. احنا عندنا يا سي جمال احنا عندنا واحد من ليسونسيا الله يبارك راح حضر معنا ويحصل لنا شرف انه حضر معنا السي الحاج احمد. تقدر تفضل وتعطينا الاقتراح تاعك. يا جماعه اسمحوا لي ما روح أنا معاكم في حكاية رومبا وديروا فيها لي باراسول وديروا فيها المشاكل وهذه. بصح راكم ناسين حاجة يا جماعة واللي هي لازم نوفروا جاردات. نعم. ولازم يعودوا فيها من الشجر. صحيح. باه
اللي راه اونسيا، كاين اللي راه نوفو لسه جديد. كيما كاونسيا كيما انا اونسيا عندي بزاف وانا قاعد راكد. وش اللي لازمني الظل والكراطين شحال كرطونه؟ الكرتونه انا هات لي بيت مش كرتونه، وهات لي الساج تاع العنفه باش نرقد مسطاني. صحيح هذه شوف الواجب هذه اللي انا نقترح. صح تفضل الاخ من هنا منور، الله يبارك فيك، راه مبسم الله يبارك ويزيد، راه حاضر معنا في هذه الجلسه. تقدر تعطينا الاقتراح تاعك؟ تقدر يا شيخ تعطينا الاقتراح؟ خويا بارك الله فيكم بصفتكم نقابه مسؤوله على الفئه القاعدين، والاقتراح نتاعي يتمثل في توفير مناصب وورشات تكوينيه فيما يخص البطالين والقائدين. صحيح هذا اقتراح. كما انايا نزيدكم اقتراح هو اعاده النظر في توسيع البلايص حسب الاولويه، مثل الاقدميه مثل امي احمد هذايا، ونروح لار نلقاهم ديكوتي ضل يسالوا فيه القاشي ذول. صحيح بارك الله فيك، يعطيك الصحه. هذه الله فيك هذه نقطه. وثانيا اي حاولوا تزيدونا دخلونا معناها تما تروح ديروا لنا عد موبيليات ولا جيزي تروح ديروا تاع الفور جي. خلاص واحد قاعد مصطالي لازم يعاود يكونيكتي، فهمت انا؟ صحيح هذه فكره جيده. يا جماعه اهدرتوا وتوسعتوا ورحتوا المجال ورجعتوا من مجال ورحتوا للمجال الاخر. الهضره هي الهضره والولاء هو الولاء لهذه القضيه اللي رانا رايحين بها ان شاء الله، رايحين بها بعيد، واللي تطلب لنا وقت بعد باش نكثفوا الحضور نتاعنا في كل المجالات، وباش نعرفوا اللي خارجه واللي داخله. انا من رايي عندي اقتراحات اللي تجعلكم ان شاء الله في المصاف انا وياكم، وباذن الله كلمه واحده. كما قلنا قبل، المقترح الاول اللي كرئيس خليه الامن يعني امن القاعدين، اشرح يعني لبعض الناس يعني قاعدين ما همش البطالين اماكن جديده وتوسيع مشروع الامن مع التوسع نتاع اللي رانا نلاحظوا في الايام الاخيره نتاع القاعدين. انشاء قوانين ونظم ومواد خاصه جديده يعني نضمنوا الحقوق نتاع القاعدين. صد الغزو الخارجي، وهذا راه اخطر مساله رانا نواجهوها في التحديات اللي رانا نديروا فيها ونبدكوا فيها في المجالات هذو النهارات. يا جماعه كاينه اطراف خارجيه تحول هذه الامور لامور واحده اخرى، وتحوس تهد لنا القضيه نتاعنا، فما نريحوش واحنا قاعدين. انشاء نقاط مراقبه فنعرفوا لكل جديد وارد وقديم صادر. دوك احنا ما جايبين اخبارنا في بعضنا سي بوسيبل دي حاجه كبيره يعني. وفي الاخير تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير من كبيركم لصغيركم من شيخكم. شكرا.